طبعا كلكم عرفتوا انا فين النهارده. انا في عاصمة مصر التانية، انا في عروس البحر الابيض المتوسط، انا في المدينة الساحرة ببحرها بكورنيشها باهلها وكمان باكلها. انا النهارده في مدينة اسكندرية. وطالما جينا اسكندريه يبقى لازم نجرب ايه؟ العيش باللحمه، والعيش باللحمه الحواوشي الاسكندراني موجود في اماكن كتيره في اسكندريه وكلهم جامدين. النهارده احنا هنجرب مين؟ الكيال. يلا بينا ندوق اول حاجه رغيف الميكس جبن. يلا بينا. واللي ما يعرفش يعني ايه حواوشي اسكندراني، ده عباره عن عجينه يتحط فيها اللحمه الجبنه السجق وتخش الفرن على طول. الرغيف ده كان سعره 150 جنيه، ويلا بينا نشوف طعمه كان عامل ازاي. كميه الجبن فيه كتيره جدا، والعيش مستوي من تحت كويس. تعالى بص كده. هو الصراحه حشو الرغيف كان مليان جبن جدا على الوش وجوه، بس الصراحه طعمه ما عجبنيش قوي. طعم الجبن كده مش باينه من العجينه، الجبنه لايت، عايز تبقى حاجه حادقه شويه. جربتها بالطحينه بس برضه ما ظبطتش معايا. ما شاء الله الرغيف كبير. ده مش رغيف، ده نص رغيف. بصوا كميه الجبن اللي على الوش، العيش مستوي كويس، كميه اللحمه طلع لحمه، كميه اللحمه معقوله جدا، مش معقوله هي اوفر. المهم الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا وبسم الله. وده كان نص رغيف عيش باللحمه وكان سعره 60 جنيه. دي لحمه بالعيش، كميه اللحمه جامده جدا، طعمها حلو قوي، لحمه بلدي. طبعا الحواوشي عندنا في مصر لازم نجربه بطحينه. بسم الله. كمان الطحينه عندهم مميزه جدا. ده طعمه جامد جدا، عجبني عن ميكس جبن. السجق ايه نظامه؟ يلا بينا نشوف. نفس نص الرغيف، حجم كبير، حشو كبير. نشوف مع بعض الحشو من جوه هيبقى عامل ازاي. الرغيف مستوي تحت من تحت كويس جدا، كميه الحشو جامده جدا الصراحه. يلا نسمي بالله ونقول ايه؟ هم يا جمل. ونص رغيف السجق كان برضه ب 60 جنيه. السجق ليه تتبيله معينه كده وظبطنا فيه، كميه السجق برضه كتيره. العيش طعمه حلو، العيش نفسه طعمه مسكر. الكيال مش عيش ولحمه وبس، لا ده عنده حاجات كتيره من ضمنها المشويات، والمشويات عنده كتيره، كفته، لحمه، سجق. احنا طلبنا رغيفين كده ننقنق فيهم، طلبنا سندوتش كفته وسندوتش لحمه. يلا بينا نتفرج عليهم ونقول راينا. جاي مع السندوتشين علبه طحينه وعلبه سلطه خضراء. هنبدا اول حاجه برغيف اللحمه. كميه اللحمه معقوله على كميه الرغيف، طعم هنشوفه مع بعض. اتفاجئت اكتر كمان ان هم عندهم شرايح لحمه وكفته مشويه على الفحم، مش عيش ولحمه وحواوشي بس، لا واللحمه عندهم مميزه جدا. شرايح لحمه مستويه بتدوب، طعمها حلو، تتبيلتها خفيفه، ملح فلفل اسود على شويه خضار. السمين المحروق ده مديها طعم حلو قوي. مش قادر اكل بعيش خلاص شبعت. السندوتش التاني كفته مشويه، سندوتش فيه صباعين كفته حلوين قوي. برضو التتبيله بتاعت الكفته جامده جدا مميزه. واحنا موجودين هناك في المحل كانت ريحه الشوي جامده جدا وقلب ريحه المكان. كفته تبقى عايزه طحينه، سقسق لها الحنان كده، خد على بقك قول ايه؟ هم يا جمل. سايب لكم بقى تفكروا معايا سعر رغيف الكفته ورغيف اللحمه المشويه بكام. جامد جدا. في نهايه الحلقه ديت يا بخت اهل اسكندريه برغيف اللحمه. سلام.